السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قاعدة كده ماسكة الموبايل لا بيا ولا عليا وبقلب كده، لقيت ايه يعني وقع قدامه مصيبة من المصايب اللي عمالة تقع. يعني المصايب عمالين نلحقها كده مش عارفين نجيبها منين ولا منين. المهم يعني وقع قدامه مصيبة من المصايب بتاعت الزمن اليومين دول. وقع قدامي واحد، انتوا عارفين انا ما بحبش اقول اسماء وما بحبش اجيب سيرة حد. المهم يعني وقع قدامي الشخص ده. بيقول اولا الصورة المصغرة بتاعت الفيديو بتاعه يعني مش كويسة فيها كده، حاجة مش تمام يعني. طيب ماشي، ما إيه والعنوان ما فهمتوش قوي. انت في ايه اللي بيحصل ده؟ المصيبة ايه اللي هتحصل ولا ايه اللي انت بترغي فيه؟ المهم فتحت الفيديو. المهم لقيته بيتكلم في الاول، بيتكلم عن طريقه اللبس، يعني ازاي ان الواحد يلبس شيك ومش شيك. وانا بالنسبه لي ما بفهمش قوي في الشياكه الرجاله، بس هو لابس اللي هو العادي. بس انا اول مره اشوف راجل لابس تيشيرت على بنطلون قماش، بنطلون بدله. يعني مش مشكله، يمكن تغيير الشياكه اتغيرت، مش مشكلتي. ده كان هو بيتكلم كده في الاول، ففهمت ان هو ايه، بيكلم الرجاله يلبسوا ازاي وايه على ايه يليق والكلام ده. بس ايه علاقه الصوره المصغره اللي انت حاططها دي؟ الصوره المصغره كانت عباره عن واحده ست وهو بس، الست دي مش عارفه اوصفها يعني. المهم يعني تقول كده واخدها من ديسكو مثلا او حاجه، مش عارفه اعبر يعني. المهم فقلت ايه علاقه الشياكه باللي انت عامله في الصوره ده؟ نفوت حته كده من الفيديو، ما انا مش ناقصه خلل ودماغ توجعني يعني ورغي على الفاضي. المهم لقيته بيقول ايه في الفيديو بقى، يعني بيوصف ازاي ان الواحد يقدر يصاحب بنت بسهوله، ومش اكتر من بنت واكتر من بنت قصدي. وان هي لو مثلا اللقاء مثلا ما عجبهاش والصحوبيه ما فيش منها فايده، قالها كده باللفظ، شقلب وقلب. خرب بيت السنين السوداء، شقلب وقلب ازاي يا ابني؟ انت دول بنات ناس اللي انت بتقول للشباب يتعرفوا عليهم. وبعدين من ضمن بقى يعني الحاجات اللي هتخلي البنت تموت في دباديب الولد، يعني من آرائه، يعني ان هو يعزمها في مطعم فخم، وان هو يبقى هي خارجه معاه كده سايبه نفسها خالص، ما بتفكرش في حاجه، هو اللي يقرر وهو اللي يروح وهو اللي يجي. اولا مطعم فخم ايه في الظروف اللي احنا فيه دي؟ ده تقريبا المطاعم الفخمه قربت تقفل، من مفيش حد بيروحها. وبعدين يعزمها في مطعم فخم، هو لسه يعني هيفكر يصاحبها؟ ولا هو الفيديو كله على فكره صحوبيه، ما جابش سيره جواز خطوبه، ما عكش في الحته دي خالص. يعني هو بيتكلم في صحوبيه بس. طب انت عشان تصاحب واحده تصرف عليها يعني الاف الجنيهات، ما ان شاء الله ما عنك صاحبتها ولا صاحبه المنيله على عينها دي. فدي خساره، دي خساره للشباب، فما تسمعوش كلامه عشان هيوديكوا في 60 داهيه. مجرد صحوبيه تصرف عليها، امال لما تتجوز هتعمل لها ايه؟ يعني الجواز هتعمل فيه ايه اكتر من كده؟ لا، ما انا من رايي ما ولا تصاحب ولا تعزمها في مطعم فخم ولا اي حاجه. هي لو عجباك قول لها هاتي نمره ابوك يروح يتقدم، بس خلصنا. حتى عشان اتقوا الله بقى في بنات الناس يعني. المهم لقيته بيقول بقى من الكلام ده كتير. وقال بقى ايه، في كام حاجه كده تبان على البنت لو اللقاء ده عجبها، الصحوبيه دي عجبتها. فعد شويه حاجات كده، لقيت من ضمنهم حاجتين يعني مش عارفه افسر، والله ما عارفه افسر. حاجتين كده زي اثاره يعني، مش مهم. تبين ان البنت دي مش طبيعيه، مش شمال يعني. ما هي اصلا انا موافقه على الصبحيه ايه، جالي تلعثم. ادام وافقت على الصحوبيه تبقى هي شمال اساسا يعني. بس كمان الحركات اللي هي المفروض هتبينها عشان حبت الموضوع يعني. فقال حاجات مش طبيعيه كده، انها تعمل حركه ببقها، حركه مش عارفه ايه، كلام فاضي يعني. ما علينا، مش عارفه اوضح والله. المهم لقيت كل كلامه زفت الزفت. ولا والانيل بقى، وده اللي يعني اتجنني اكتر. ده واحد بيعمل قناه مثلا على اليوتيوب وجاي يهبد هبدتين ثلاثه، وكل واحد دلوقتي عامل لي فيها ايه، مصلح اجتماعي ولا دكتور نفساني ولا لايف كوتش، ويقعد يقول عايزين تعملوا كذا يبقى لازم تبتدوا بكذا وتروحوا كذا الكلام الفاضي ده. ماشي، طب هو منهم مثلا الناس دي؟ لا، لقيته بقى بيقول الناس، يعني بيقول للشباب ايه، لو عايز بقى تتدرب اكتر وتفهم في الموضوع اكتر تعالى لي اونلاين. يا حلاوه، يا حلاوه، اونلاين بفلوس عشان تعرف ازاي، سوري بقى على الكلمه دي، تشقط بنات. لا، ما مش محتاج فلوس ولا اي حاجه. اي واحد سرسجي قليل الادب هيعرفك هتعمل ده ازاي. انت مش محتاج تخش اونلاين وتدفع فلوس، لا، اصحاب السوق هيعرفوك كل ده وببلاش. انا يعني مش محتاج اونلاين ولا حتى محتاج تسمع اصلا الفيديو ده. يعني الشخص اللي هو اصلا مش متربي قليل الادب اللي عايز يروح يصاحب بنات ما يسمعش الفيديوهات دي. ما اصحاب السوق كتير قوي والله.
انا من رايي لا، ما تدفعش فلوس، ابو بلاش، ما فيش اكتر منه. عامل يعني اونلاين وفيديوهات ويوتيوب عشان تعرف ازاي الشباب تضحك على البنات او تصاحب البنات. يعني ايه اللي حصل ده؟ احنا شايفينه، اللي انت بتوصفه ده احنا شايفينه اصلا، بس بنغلطه وبنقول لا ده كده عيب، ويا ابني عشان اختك وبنتك ومراتك واللي بتعمله ان شاء الله يتعمل فيك انت واهلك. فبنقول كده، وبنقول يا جماعه الصحوبيه مفيش حاجه اسمها صحوبيه اصلا. مفيش حاجه اسمها، هو ما ذكرش بقى ايه جواز خطوبه، ما ذكرهاش خالص. كل اللي اتكلم عنه صحوبيه. صاحبتك ايه صاحبتك وصحوبيه وتكلمها وتقول لها وزي ما كلمتكش اتقل، وزي ما واسمع مني وده هيحصل ايه يا عم في ايه؟ انت بتديهم دروس في ايه؟ بتديهم دروس في ايه؟ في قله الادب، في المشي الغلط، في الحرام. يا ايه النصيبه السودا دي بجد والله العظيم؟ ايه ده؟ احنا اللي كمان انت طالع يعني. هو في دروس في قله الادب؟ بقت في دروس، احنا بقينا نشوفها كده يعني، هي مش دروس، بس بقينا نشوفها كده قدامنا يعني، الله يهديهم مثلا. لكن لدرجه انها دروس واونلاين والكلام ده، يا نهار يحوس. ايه ده؟ كلمه بقى بجد والله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، كلمه للشباب والبنات: لو حابب تصاحب بنت، اولا ده حرام. ثانيا، او قبل ما تصاحبها، قبل ما تروح تصاحبها، انت واحد عايز تصاحب يعني، قبل ما تروح تصاحب فكر في اختك ان هي كمان في واحد بيفكر فيها عشان يصاحبها. ماشي؟ طب انت عايز تعرف اخلاقها الاول عشان تخطبها وتخش خطوه تمام. بتعرف اخلاقها بتراقبها من بعيد، مش بتراقبها يعني انت واحد شغال في المخابرات، لا. بتاخد يعني، هي لو زميلتك في الشغل او في الجامعه او جارتك، بتاخد بالك من تصرفاتها، من طريقه لبسها، من طريقه معاملتها مع الناس. هو ده اللي انا قصدي عليه. لقيتها والله بنت حلال وتنفع وزي الفل بتخطب، لقيتها يا سيدي بعد الخطوبه مش نافعه واكتشفت فيها بلاوي زرقاء، بتفسخ. خلصنا، الخطوبه معموله عشان كده. حلو. لكن ان انت تمشي معاها وتصاحبها وتروح تعزمها في مطعم ولا حتى في غرزه، لا، ما ينفعش، ده حرام اصلا. تاخد بقى موبايلها وتقعد ترغي ترغي، لا، ما فيش الكلام ده. كل ده حرام، حرام والله. والبنت برضو اللي بتفكر تخرج مع شباب عشان هي صحوبيه، مفيش حاجه اسمها صحوبيه يا بنت الحلال، اقسم بالله ما في حاجه اسمها صحوبيه. الكلمه دي والله العظيم جديده، الكلمه دي جديده. احنا في مجتمعنا مجتمع شرقي اسلامي، مفيش حاجه اسمها صحوبيه بين ولد وبنت، مفيش حاجه اسمها بنت وولد يخرجوا ويروحوا الكافيه ويروحوا النادي ويروحوا المول ويروحوا في 60 داهيه في الاخر. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها صحوبيه، وكل الصحوبيات دي بتأدي في الاخر لمرار طافح. وما تتقلدوش بالناس اللي غرب، ما تتقلدوش بالغرب. ليه بقى؟ هم اللي عندهم الصحوبيه، وهم اللي عندهم الدنيا سداح مداح، وهم اللي ما عندهمش، ما فيش دين عندهم بيقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. لكن احنا في ديانه عندنا، ديننا بيقول لنا لا، ما فيش حاجه اسمها صحوبيه، ما فيش حاجه اسمها ولد وبنت يخرجوا ويسترمحوا وفي الاخر كل واحد يروح لحاله. ما فيش الكلام ده، ده حرام. فما تسمعوش كلام الناس الغريبه اللي بتقول مصطلحات كده جديده علينا، ودايما تفهمك انك انت عشان تبقى يعني اسمها ايه، مقطع السمكه وديلها لازم تصاحب اكتر من بنت. لا ابدا، ده انت كده شخص مش محترم. مش انا لسه قايله الفيديو اللي فات ولا اللي قبليه، مش لسه قايله لكم نسمي الاسماء بمسمياتها؟ لا يا حبيبي، اللي بيمشي مع البنات دوت اسمه شخص قليل الادب، مش متربي، مش محترم. لكن هتقول ان ده كده وصح الصح وعمال بقى يعني ايه تمدح فيه؟ لا، انت غلط. ده قليل الادب، ده مش متربي. اللي بيمشي مع البنات وشقلب وقلب دي بتاعت واحد برضو قليل الادب يعني، ان هو يسيب دي عشان مش عاجباه ويمسك في دي وبعدين يعمال بقى يجرب في كل واحده شويه. ايه ده؟ ده لا، ده كده قله ادب وقله تربيه وقله دين كمان، مفيش دين كمان. لكن هتقول بقى شخص ده مقطع السمكه وديلها، ده شخص مش عارفه ايه، حريف بنات بقى ولا ايه، مش عارفه هيسموها ايه. المهم لازم يدوا لها مسمى كده، شياكه، الاجه، تمام التمام، حاجه فخمه كده، عشان اللي يعمل كده يبقى مبسوط بنفسه. يبقى وفعلا اللي بيعمل كده بيبقى مبسوط بنفسه وبيفتخر، بيفتخر زي ده اللي عامل لنا فيديوهات ازاي تعرف تشقط بنات. هو مش العنوان كده بس المعنى بقى في الفيديو كده، ازاي تصاحب. ايه ده؟ احنا وصلنا لحد الدرجه الزباله دي ازاي؟ لا، ولسه طول ما في ناس اصلا بتتكلم كده وناس بتشجعها، احنا لسه هنوصل للقاع اكتر، لتحت اكتر.
لكن طول ما هم دول بيتكلموا لازم بقى ناس تانية محترمة تطلع تقول لا ستوب، ده حرام، ده ما ينفعش، ده قلة أدب. لازم هم يتكلموا يقوموا في ناس تانية ترد. ما ينفعش نسكت الصراحة. طول اللي معترض على الكلام ده لازم يرد. ربنا يهدينا ويهدي اولادنا جميعا، وربنا يقلل منهم ان شاء الله، عشان احنا مش عارفين بصراحه هنربي اولادنا ازاي من كتر البلاوي الزرقاء اللي احنا بنشوفها دي. ربنا يهدي اولادنا ويحافظ عليهم، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.